جول رجاوي في الدقيقة 67 المباراة. في الدقيقة 67 من المباراة يصل لمرمى الاتحاد التونسي من خلال متابعة في الملف التعادل 1-1 من الإعادة لما جرى. ما فكروش ولو دقيقة في سقوط رفيق خلاهم يوصلوا اللعب كرة في منطقة الجزاء ويتمكن مروان الهدودي. شاف حركاس طايح لكن شاف الهدف أقرب وينجح في توقيع الهدف. تصبح النتيجة يا سادة هدف لهدف والمدرجات مشعلة في يد محمد الخامس. تشعل المدرجات بشكل رهيب يد محمد الخامس. فرحة المناصرين يصعب وصفها كالعادي الاعتيادي في هذه الليلة الصاخبة في دار البيضاء. مباراة رجاء